ما شاء الله أهل جريتي بكل مكان، وين ما رحت وين ما تروح. ماشي باسطنبول عم دور على لقمة مشان أكلها، مشان أكمل إن شاء الله على الطريق على سوريا. فصادفت شباب من شباب جريتنا. يعني احنا هلا على حدود تركيا، ما نقدر نصور من غير شيء. عندي غراض هذا مسكرة يعني أورجينال. أنا سمعت إنه ممنوع تدخلونها، بس لنشوف نتأكد راح بعد شوي. توكلنا على الله على التفتيش، إن شاء الله الكاميرا تقدر تلاحقني. للأسف التفتيش لم يكن لصالحي ولا لصالح أي واحد منا بده يجي على المنطقة هاي. تركيا هي بلد مسلم، بلد آمن ولا بلد جميل، ولكن كان اعتقادي خاطئ للأسف. عندما وصلت إلى الحدود التركية اكتشفت أن القصة هين ابتدأت، قصة جديدة، مصاعب كثر، وبداية المشاكل يلي تراكمت قدامي كأنها مثل البحر، مشكلة ورا مشكلة. سبحان الله، التفتيش كان عميق جدا ودقيق، كأني أحمل شغلات ممنوعة. مجرد أني أحمل كراتين مسكرة لازم أني فتحها قبل ما أصل على الحدود، ولكن ما كنت أدري. فديرا بالكم حدا يجيب معاه كراتين مغلفة. إذا بدك تجيب بلاي ستيشن لأصدقائك لأغربائك، غلفوا بكيس نايلون مو بكراتين. اعتبروا إيش الغراض اللي شايلها تجارة. أنا أحمل 5 هواتف، قلت لهم 3 لي و2 لأصدقائي لأخوتي. قالوا هالشي ممنوع خالص. بعد التفتيش الدقيق والتدقيق اجتمعت علي الحدود كلياتها، تقريبا 10 من أفراد الشرطة، 10 أشخاص اجتمعوا علي وفتشهم بالغراض. كامل التفتيش وتدقيق، وسووا للسيارة صورة رنين مغناطيسي مشان يشوفون إذا في متفجرات أو في أي شغلات ثانية. للأسف لم نستطع أن نعبر هاي الحدود. رجعت وبدي هلأ بعد ما خلص التفتيش أرجع على الحدود البلغارية التركية. قالوا لي من هي ما فينا نفوتك. للأسف الحز بلشت الرحلة الحقيقية. الحمد لله رب العالمين. أول محاولة باءت بالفشل، ولكن الإنسان لازم يحاول. الحدود اليونانية التركية ما سمحونا نفوت. قال معك قرارات كثيرة وجديدة، ما صدقوا من هدايا. حتى لابتوبي الخاص حسبوه إنه كأنه راح أتاجر بيه. المهم يعني يسألني شنو هذا وهي قدام عينه ما يعرف شنو هذا. الحمد لله. هلا رايحين، قال لي روح على الحدود الثانية يوثقون الأوراق والهدايا اللي عندك، وبس تطلع من الطرف السوري تدفع تأمين الدفاع ذو. لا شوف إذا الحكي صحيح ولا مو صحيح، راح نشوف. بس المعاملة جدا الطرف هذا بشعة. للي بده يجي لا يجيب معاه غراض جدد، حاول يكون مستعملات. بعد مكافحة كثير كبيرة قدرنا نخلي كم غرض، والتالي نضبوا بالسيارة. للأسف نص الغراض رجعناها وحطيناها عندهم إياها بالمستودع، بلشي بالرجع نقدر ناخذها. للأسف الشديد أنا آسف من كل الناس اللي فاتت معي غراض. الساعة 1 للساعة 7 أنا على حدود التركية الحمد لله رب العالمين، وهاي خلصنا وداخلين إن شاء الله على تركيا. المشكلة اللي صارت إنه معاي أنا أغراض مسكرة وهدايا ماخذها للعالم. قالوا هاي كثيرة ما أدخل على تركيا، بدي أدفع عليها مصاري. اللي دفعنا عليه دفعنا، واللي ما دفعنا خليناها عندهم، بس نرجع لألمانيا ناخذها معنا إن شاء الله بإذن الله. للأسف اللي بينزل بالسيارة معاه غراض لا ينزل غراض مسكرة. افتحها استعملها نهار نهارين ساعة ساعتين، المهم افتحها وكب الكراتين وهاتها هيج حطها بين الهدوم. هم ما يدققون زيادة، ولكن إذا مسكرة يبين إنه هاي جديدة. يا تظل يا تدفع عليها غرامة يا ترجع أنت وياه. إن شاء الله بكرة على حدود السورية التركية أو التركية السورية، وبإذن واحد أحد نصل بعد باشر. والله نصيحتي أني الواحد زي يجي من الحدود البلغارية التركية أحسن، لأنهم زحمة كثير وفيك تملص غراض كثير يعني، ما يسألون أحيانا.
يمشون العالم، بس يشوفون من فوق. يعني اللي سبحان الله اللي صار معاي، رحت اول شيء على اليونانيه تركيا، حسم علي انه عندي غراض، كتبوا ورقه كتبوا لهم هذول، فبدهم يدققون اجباري. فالحمد لله رب العالمين واحد يتعلم، ونحن هنا مشان نتعلم. فنصيحتي لكم تجون على البلغاريه التركيه وما تجيبون غراض كثير معاكم، هي اهم شغله تكون جديده. الافضل انه تنشحن الغراض على سوريا اللي تم اخذها هدايا، وان شاء الله خير. اول ما تدخلون حدود التركيه يعتبر محل صغير هنا، يسمع مني شكوى، من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه، من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا. أنت نور أنت نور، أنت قمر أنت قمر، أنت بدر البدور، حست فخرا يا حبيب، نلت شرفا يا حبيب، مؤيدا منصور. الله الله يا ما شاء الله يا مولد الرسول، الكم بحاله ازداد جماله بالحبيب، يا روايح المسك والطيب والورد فتح في البساتين، أنت الختام سيد الأنام يا سيدي، فرح الزمان بمحمدي، رحمة وهداية للعالمين. الله الله يا ما شاء الله يا مولد الرسول، أنت نور أنت نور، أنت قمر أنت قمر، أنت بدر البدور، حست فخرا يا حبيب، نلت شرفا يا حبيب، مؤيدا منصور. الله الله يا ما شاء الله يا مولد الرسول، الكم بحاله ازداد جماله بالحبيب، يا روايح المسك والطيب والورد فتح في البساتين، أنت الختام سيد الأنام يا سيدي، فرح الزمان بمحمدي، رحمة وهداية للعالمين. الله الله يا ما شاء الله يا مولد الرسول. الله يسعد مساكم من جديد، والحمد لله رب العالمين. السلام الخاص اليوم لأهل اسطنبول. وصلنا حاليا اسطنبول ما تنام ما شاء الله، هلا حاليا الساعة 12 بالليل ولا كأنها الصبح، كأنها الظهر، كأنها بالليل، ما شاء الله اسطنبول ما تنام. فشكرا شكرا شكرا لكل من عزمني، والله بدي أكمل لأن قدامي طريق، فضروري هذول منطربين بالليل، فضروري أكمل لأنه قدامي بطريق كبير وطويل تقريبا 12-13 ساعة. فشكرا لكل من عزمني، وإن شاء الله المرة الجاية تصبحون إن شاء الله على خير. السلام عليكم. ما شاء الله أهل جريتي بكل مكان، وين من رحت وين ما تروح. ماشي باسطنبول عم دور على لقمة مشان أكلها، مشان أكمل إن شاء الله على الطريق على سوريا. فصادفت شباب من شباب جريتنا، يعني صدفة جميلة رائعة لما تلاقي واحد تعرفه. فما بدهم يطلعوا على الكاميرا للأسف، بس أحلى صدفة. وهلا جايين إن شاء الله بإذن الله ناكل بمطعم المشهور اليمني المشهور. هذا المطعم هو أول مقصد لي باسطنبول بعد ما أصل. هذا المطعم كل ما أجي اسطنبول إذا لي 10 دقائق 10 ساعات 20 ساعة نهار نهارين لازم أمر هنا وآكل من هالمطعم. هذا المطعم رائع وجميل يعني. مرة ثانية نعود إليكم نعبي مازوت بالمرة إن شاء الله الأخيرة. أسير السيارة من قدام عبي المازوت
وعبي مي كمان، كله انت ما تسوي شيء. اهلا وسهلا ومرحبا بكم خارج اوروبا.